لا أحب نشر فيديوهات سياسية، وهذا الفيديو استثناء تضامن مع قوات سوريا الديمقراطية وقوات الأسايش ومع جميع المواطنين فالحسكة، وتقديرا للشهداء العسكريين والمدنيين. ما هي الأهداف الاستراتيجية من غزوة داعش لسجن جويران؟ الحدث كما أوردته على صفحتي في الفيسبوك سابقا ليس مجرد مسعى داعش لتحرير سجنائه، بل الهدف بالدرجة الأولى قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية. لماذا أختزل المسألة في هذا الاستنتاج؟ أولا، لم تعد هناك مشكلة بين النظام السوري والائتلاف المعارض وميليشياته. لقد انتهى الائتلاف عمليا، ولا تقف إلى جانبه أي دولة غربية، فهو بحكم الميت سريريا. كما أن ميليشيات ما تسمى بالجيش الوطني هي الأخرى لا تحصل على أي دعم سياسي أو مادي أو عسكري سوى من تركيا كمرتزقة لديها. وبالتالي يعتقد النظام السوري إذا ما اتفق مع تركيا فسينتهي الائتلاف ومرتزقة الجيش الوطني نهائيا، وبإمكانه عندئذ السيطرة على كامل سوريا. ثانيا، توصل سلطان أنقرة إلى قناعة أن وجود تركيا في سوريا مؤقت، فالدول الكبرى لن تقبل بأن تضم تركيا أجزاء من سوريا لخارطتها، ولا أن تتشكل في سوريا حكومة على نغمة السلطان المغرور. لم يستطع هذا السلطان رغم احتلاله لمساحات واسعة من شمال سوريا وخاصة المناطق الكردية إزالة الإدارة الذاتية وتثبيت ما يريده في سوريا من الرئيس الأمريكي بايدن، بل أصبحت أمريكا تقف ضد طموحاته وضده بالذات كشخص سياسي. كما يدرك السلطان أن التسهيلات التي قدمها بوتين له لاحتلال المناطق الكردية كانت وما زالت خدعة من أجل ترسيخ النظام السوري وتوسيع مساحة سلطته، وبالتالي يخشى أن يخرج من المولد السوري بلا حمص. لذلك يسعى للاتفاق مع النظام السوري وروسيا من تحت الطاولة لتحقيق الهدف الوحيد المتبقى عنده، وهو القضاء على قوى سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية. ثالثا، يشعر قيصر كريملين أن كل حروبه في سوريا والتكاليف الباهظة لهذه الحروب لمنع النظام السوري من السقوط لم تحقق له النصر النهائي، لأنه ما زال لا يستطيع تعميم سلطة النظام على كل سوريا. صحيح أن أمريكا أطلقت يد روسيا في سوريا منذ أواخر حكم الرئيس الأمريكي أوباما، ولا سيما في عهد الرئيس ترامب، لكن بايدن لن يسمح لبوتين تحقيق النصر النهائي
بإنهاء الحرب في سوريا على طريقته. لن تدخل أمريكا مع روسيا حربا مباشرة على الأراضي السورية، لكنها ستمنع أي مساعدة مادية لإعادة الإعمار وشرعنة النظام السوري، وبالتالي ستصبح سوريا إذا فرضنا سيطرة النظام بالكامل عليها دولة منبوذة عالميا ومن أفقر بلدان العالم، ولن يتم الإعمار لنصف قرن، وبالتالي لن يستطيع قيصر كريملين تعويض ثمن أسلحته التي استخدمها في سوريا ولا استرداد ديونه المتراكمة على النظام لمدة نصف قرن على الأقل. رابعا، لا يختلف الوضع كثيرا بالنسبة لإيران. فإيران تريد انتصار النظام لأسباب إيديولوجية واقتصادية. فمن ناحية تريد تحقيق حلم الخميني في إنشاء إمبراطورية فارسية شيعية، ومن ناحية ثانية هناك عشرات الاتفاقيات الاقتصادية بينها وبين النظام السوري، وقدمت إيران له دعم مادي سخي بمليارات الدولارات. ففي حال عدم انتصار النظام ستكون هذه الاتفاقيات حبرا على الورق، ولن تستطيع استرداد ديونها لنصف قرن أيضا. وهكذا فمصلحة هذا الحلف الرباعي مرتبط مباشرة بانتصار النظام السوري، لكن الحجر العثرة هي قوى سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية، فبدون القضاء عليهما لن يكون هناك أي انتصار لهذا الرباعي، فهم لا يعتبرون جبهة النصر حجر عثرة أمامهم، لأنه بمجرد اتفاق بين بوتين وأردوغان والأسد ستصبح جبهة النصر في خبر كان، لأنها مرتبطة مباشرة بأردوغان. لماذا أقول هذا الكلام؟ سأشرح رأيي أكثر. لا يستطيع النظام السوري الاتفاق مع الإدارة الذاتية، فكل المفاوضات الجارية بينهما يبرهن أن النظام لا يقبل هذه الإدارة، لأنه بمجرد قبول هذه الإدارة سيتعرض هذا النظام للتفكيك. فبنية الإدارة الذاتية الفكرية والسياسية والتنظيمية مختلفة عن البنية الفكرية والسياسية والتنظيمية للنظام السوري. وبمجرد قبول النظام السوري قوى سوريا الديمقراطية ضمن جيشه ستنهار عقيدة هذا الجيش المرتبطة بحزب البعث وبحكم سلالة الأسد. لا يملك النظام السوري خيارات عديدة تجاه الإدارة الذاتية وقوى سوريا الديمقراطية، فهو لا يستطيع القضاء على هذه القوات عسكريا إذا لم يساهم الجيش الروسي معه مباشرة. لكن الروس لن يتجرؤوا على الدخول مع الجيش النظام لشن حرب شاملة ضد قوى سوريا الديمقراطية كما يفعلونه ضد جبهة النصر في إدلب. فجبهة النصر تعتبر منظمة إرهابية لدى أغلب الدول الغربية، ومع ذلك منعت أمريكا الاجتياح الروسي على إدلب، وبالتالي سيتخوف الروس من ردة فعل دولية في هكذا مشاركة مباشرة مع جيش النظام ضد قوى سوريا الديمقراطية. ولا سيما أن أغلب الدول الغربية تتعاطف مع قوات سوريا الديمقراطية، وحتى شعوبها تتعاطف معها، وأمريكا تعتبر قوات سوريا الديمقراطية قوة حليفة لها. وما دامت أمريكا موجودة في سوريا
لن يتجرأ بوتين على هذه الخطوة. ولو انسحبت أمريكا من سوريا سيحسب بوتين أيضا ألف حساب في حال مشاركته المباشرة مع جيش النظام ضد قوى سوريا الديمقراطية. صحيح أن الدول الغربية وأمريكا لن تتدخل عسكريا لردع النظام والروس في هذه الحالة، لكن نتيجة هذه الخطوة الروسية ستساهم في عزلتها الدولية، وربما ستتم عقوبات اقتصادية جديدة عليها، والأهم من ذلك ستبقى سوريا الأسد بوتين دولة منبوذة عالميا. وهكذا لم يعد أمام هذا الحلف الرباعي سوى طريقة واحدة للقضاء على الإدارة الذاتية وقوى سوريا الديمقراطية، وذلك عن طريق حبك المؤامرات وخلق صراعات قومية ودينية في الشمال السوري بهدف إنهاك وإنهاء الإدارة الذاتية وقوى سوريا الديمقراطية دون أن يحدث ذلك ضجة عالمية. وغزوة داعش على سجن غويران إحدى هذه المؤامرات.